اخر مباراة قبل ما نقابلوا الاهلي المصري. مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نحكيو فيه على تشكيلة الترجي الرياضي التونسي في اخر مباراة قبل مباراة الاهلي المصري، مباراة ضد مستقبل المرسى في الجولة 23 من البطولة التونسية. اما من غير ما نطول عليكم المقدمة اكثر، نبداو بحراسة المرمى. البشير بن سعيد لا نقاش في هذا، بشير بن سعيد هو اجهز حارس الان موجود في الترجي، والاكيد انه باش يكون اساسي باذن الله تعالى. ما ثم حتى حد ينافس بشير بن سعيد، نقولها ونعاودها، وبرشا ناس نقدوني انه قالوا لي شبيك ما تشجعش في مميش. عندنا عامين نشجعوا في مميش بصراحة حارس صحيح في الكرات الصعيبة ينجم يتصدى، ولكن ينجم في أي لحظة يعمل لك كارثة، ما يعطيكش الأمان. إن شاء الله يتحسن ونتمنى له كل التوفيق، ولكن حاليا مصلحة الترجي قبل كل شيء. بن سعيد هو الأجهز. بالنسبة لوسط الدفاع الثنائي جلاسي توغاي، باهي يا جماعة برشا ناس تحكي على انه الترجي ينجم يجرب خطط اخرى ويعني ورسم تكتيكي اخر ولاعبين اخرين مقارنة بالمباراة اللي فاتت. انا بصراحة ضد هذا تماما في الوقت الحالي. علاش؟ على خاطر الترجي الان لازم يثبت التشكيلة، لازم يثبت الاسماء، لازم اللاعبين تلعب مباراة اخرى مع بعضها اكثر حتى يكونوا جاهزين في مباراة الاهلي المصري، من اجل انه اللاعبين يتفاهموا مع بعضهم. خاطر اذا تلعب اليوم تشكيلة اخرى راك باش تخسر برشا قدام الاهلي، خاطر باش تلعب تشكيله مغايره. الان ماذا بينا نلعبوا بالتشكيله الاقرب اللي باش تكون قدام الاهلي المصري. به بالنسبه لجلاسي وتوغاي ما يتبدلوش، ومن غير ما تقولوا لي لا مرياح ولا غيره، الزوز هذوما بصراحة ممتازين جدا في الدفاع، يتفاهموا برشا مع بعضهم، وخاصة من اللي رجع توغاي دفاع الترجي ولا قوي. باش ناس تحكي انه ملي الكنزاري خرج دفاع الترجي ولا قوي، ولكن انا نقول لكم لا، توغاي عنده قيمه كبيره برشا في دفاع الترجي. بالنسبه للاطراف، على اليسار بن حميده كيما العاده كيما المباراه اللي فاتت، وعلى اليمين دراجر. ما تحط لي حتى شيء غيرهم، لا كيتا ولا شيطه. دراجر خليه اساسي ديما، الاخرين يا خويا يدخلوا بدلاء مش مشكله، اذا تحب تدخلهم الشوط الثاني مش مشكله، ولكن التشكيله الاساسيه حط فيها الاربع اسماء هذه في الدفاع: دراجر، جلاسي، توغاي، بن حميده. يرحم والديك، هذه هي الاسماء اللي تنجم تقدم بالترجي. اربعه لاعبين ممتازين، وفيهم لاعب واحد اجنبي مش اثنين، هذا يعطينا خيار في وسط الميدان انه نضيفه لاعب اجنبي تو نحكوا عليه بعد شويه، اللي هو طبعا مهم جدا انك تلعب بوسط ميدان دفاعي قوي ويفك كرة. الحاج علي اوكي كونفيرمي لاعب ممتاز، ولكن بصراحة اوكبيلو يبدا في قيمته، في يعني في بكل امكانياته اوكبيلو، وكي يبدا في احسن احواله راهو بصراحه ما يتعوضش لا بالحاج علي ولا بتقى ولا باي لاعب بصراحه. بالنسبه للثنائي في وسط الميدان، اما تقى اوكبيلو اما الحاج علي اوكبيلو. انا نمشي مع فرضيه تقى اوكبيلو. علاش؟ على خاطر تقى لعب برشا مع اوكبيلو قبل، معناتها باش الكورة يتعدى بسرعة أكثر من إنه يلعب الحاج عليه، يتفاهموا أكثر مع بعضهم، خاصة في التبديل، مرة واحد يمشي للهجوم مرة واحد في الدفاع، يتفاهموا مع بعضهم خير من إنك تلاعب ملاعبي كما الحاج علي ما لعبش قبل مع بيلو، فيولي ثم شوية مشاكل وتحب لهم وقت باش يتعودوا مع بعضهم. أما كما قلت لكم راهو تقى ولا الحاج علي الزوز لاعبية سمحيني ياسر، وأوكبيلو بصراحة كي يبدأ في قيمته كي يبدأ في كامل اداء وكامل لياقته البدنيه، زاد ما ننسوش القوه البدنيه مهمه ياسر كي تلعب قدام فريق قوي. اليوم كما قلت لكم هذه التشكيله يعني هي الاقرب برشا انها تكون اساسيه في مباراة الأهلي المصري. هكا علاش قدام الأهلي المصري أوكبيلو راهو ضرورة حتمية. علاش؟ على خاطر باش تلعب باش تلقى لاعبين موتيفي. الاهلي المصري عندهم لاعبيه صحيح ماهوش قاعد يتعدى فتره باهيه كما الترجي توا، اما عندهم لاعبيه قويين وينجموا يقاتلوا. هاك علاش لازمك ملاعبي يفك لك كرة، يربح لك الثنائيات في وسط الميدان، ومعركة وسط الميدان في مباراة الأهلي هي اللي باش تحسم المواجهة. إن شاء الله باش نحكي على في بعد المباراة هذه مباشرة إن شاء الله ننزل لكم فيديو نحكيه فيه على تشكيلة الترجي ضد الأهلي المصري، التشكيلة المثالية اللي تنجم اللي نجم من خلالها
الترجي الرياضي التونسي وباتريس بوميل ينجحوا في تجاوز الاهلي المصري. ومن توا نقولها لكم اللي باش يربح ربع النهائي هذا نتصور باش يكون اقل حاجه في نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبه للاعب اللي يكون فوق تقا واوكبيلو، رفيعه علاش رفيعه ما تنجمش تلعب كوناتي خاطر باش يولي لك لاعب اضافي اجنبي ومشكله، وكوناتي ما يستاهلش انك تخسر من خلاله ورقه لاعب اجنبي. فرفيعه بصراحه يعني قاعد يتحسن وقاعد يتطور، وبشوي بشوي راهو باش يفك بلاصته خاطر ملاعبي كاليتي عاليه ياسر، وخاصه كي تبدا تلعب ضد فريق قوي راهو باش تبان وقتها قوه رفيعه. تو في المباريات هذه في استادات كيما هذه مازال ما تعودش، لكن كي يبدا في امام ادفيرسير قوي راهو باش يثبت نفسه رفيعه، وبشوي بشوي قاعد يسترجع في اللياقه البدنيه، وهذا مهم ياسر. ولازم فرحت انه لعب الماتش اللي فات اساسي، وان شاء الله الماتش هذا يكمل اساسي، وان شاء الله زاد نلقاوه في ماتش الاهلي المصري اساسي بالنسبه لرفيعه. وبالنسبه للهجوم يا جماعه باش نحكي اول حاجه على المهاجم راس الحربه اللي هو فلوريان دانو. بصراحه اللاعب هذايا قلت وتكلمت في برشا فيديوهات قبل، خاطر برشا نقد للاعب هذا، برشا ناس يعتبروه ملاعبي ما عندوش فنيات ما عندوش امكانيات، خايب ياسر، خسروا فيه الترجي برشا فلوس. اما هذا كله كلام غلط، وقلت برشا مرات انه فلوريان دانهو خير من دياكيتي، فلوريان دانهو اقوى، فلوريان دانهو يتعب الدفاع اكثر حتى من اللي يكون ماهوش في احسن حالاته، وحتى لما يكون في اسوأ حالاته كي يشد كوره عنده ثقل على دفاع المنافس. وهذا اللاعبي البروفيل اللي يساعدنا قدام الاهلي. تو نحكوا قدام المرسى لازم يلعب، وان شاء الله يا ربي يتالق كما في المباراه اللي فاتت وكما في المباريات اللي قبلها، خاطر كان في مرحله خايبه ياسر، اللاعب ما كانش يسجل، كان يعني في فتره فراغ، تعديت فتره الفراغ، يعني شفناه قدام سليمان في بالي سجل وعمل كل شيء، ويعني اللاعب خرج هو البطل. الناس قالوا لك لا اللاعب، شفت برشا يعني ببليكاسيونات على الفيسبوك، ما تغركمش الارقام، اللاعب هذا راهو سيء، فهمتوا؟ جي في المباراة اللي فاتت اثبت انه ملاعبي تنجم تعتمد عليه وتنجم تبني عليه طريقة لعب كاملة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وانا في رايي باتريس بوميل بالكلام اللي قالوا واللي انا قلته قبله، راهو بالنسبة لباتريس بوميل باش يبني اللعب على فلوريان دانو ويلعب على فلوريان دانو، خطر نقطة قوة ماهوش نقطة ضعف. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وكي يسجل أهداف أخرى تو تشوفوا وحش مسيب في ملعب مش بلاعبي عادي. وإن شاء الله هذا هو اللي يصير، وإن شاء الله ينفع الترجي في قادم المباريات وخاصة قدام الأهلي المصري. طبعا بالنسبة للاعبين الآخرين في الهجوم، بوعالية نتصور معناتها ماهوش في الحسابات نتاع بوميل، ما شفناهش هكا. علاش؟ بالنسبه احسن حاجه انك تكون معاك اجبالي، خاطر توا ولد اسماء يعني اوكي في مباراه دوري الابطال تنجم تزيد لاعب اجنبي اضافي اخر. هكا علاش حكيت على بوعالية ولا ينصاص اذا كان جاهز يكون حاضر في مباراه يعني الاهلي. ولكن حاليا بما انه ما ثماش اخبار رسميه فخلينا مع جبالي، وخلينا ايضا مع جاك ديارا. كما قلت لكم جاك ديارا ما لازمش يتنحى، جاك ديارا لازم يكون ديما اساسي. من وقتها من اول مباراه لعبها وانا نقول فيها وماهر الكنزاري ضدي ديما ينحي فيه، يقدم زوز مباريات باهيين، الثالثه يجي يحطها على الدكه معناتها يحطم اللاعب، فهمتوا؟ ف ان شاء الله التشكيله هذه قدام المرسى اول حاجه نجيبوا 3 نقاط، مهم ياسر انك تجيب 3 نقاط وما تخليش المنافسين يطمعوا في الصداره، خاصه انه عندنا استحقاقات وعندنا مباريات ضد الاهلي باش نتعبوا اكثر منهم، هم مركزين كان على البطوله، ثم زاد مباريات الكاس نحكوا عليها ان شاء الله. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي قدام الاهلي ان شاء الله باش نحكيوا في فيديو منفصل نحكيوا فيه على التشكيله المثاليه للترجي امام الاهلي المصري، والتشكيله اللي باش تخلينا ننجحوا امام الاهلي المصري ان شاء الله. اذا تساندوني في الموضوع هذا، اذا تحبوا فيديو كيما هذا اكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله باش نكونوا في بث مباشر، سواء كان في مباراه المرسى غدوه وفي مباراه الاهلي ان شاء الله ردة فعل مباشره على جميع مباريات الترجي وبعض مباريات البطوله التونسيه على قناتكم ريان جول. شكرا لكم جميعا، لا تنسوا اللايك والاشتراك، سلام عليكم.